كلامي لكل النسوان، حلويات بالبيت لا عاد تسوي خيته، بنجيب جاهز نحن ما عندنا مشكله، بس بالبيت لا عاد تخبصي وتجربي. امبارحه دقت لي المحروسه قال بدي والله طحين وبكن دردر وبدها حليب. بدي اسوي لك اكله حلوه عالميه، جبنا لها والله، فاتت المطبخ 4 ساعات، صوت الصواني والمعالق خبط خبط، قلت هلا بدها تطلع باكله بقلاوه اكيد، يعني بدها تسوي لي. بعد شوي طالعه بهدول لقم ومشبك. انا والله مسكت الشحاطه دغري بدي اضرب بالصينيه، فكرت ابو بريس بحياي، انا فكرت والله العظيم يا جماعه طلعوا. المهم قلنا له ايش هاد؟ قال انت لا يهمك الشكل، اهم شيء المضمون، دوق. يعني دقت، يعني والله لا سممت يا جماعه. ايش هاد؟ ايش عم تسووا انتو؟ قلنا له ايش هاد؟ قال والله اخذت الوصفه من اليوتيوب. قلنا له طيب شلون اخذ الوصفه؟ قال والله يمكن اخذتها بالغلط. ايش بالغلط؟ بس سممينا تقتلينا يا بنت الحلال. كلامي للنسوان لا تسوي حلو يا اخي، لا تسوي حلو. علمونا احنا وصغار بالمدرسه، قال لا تاكل من الحلوى المكشوفه لان يوجد عليها ذباب.